نشرة أخبار السعودية نبدأها بالعناوين. بن سلمان في ورطة والملك سلمان يغادر القصر ويطلب الحماية من الجيش السعودي. يخضع للإقامة الجبرية الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته في أحدى الظهور. توقف دفتر الشيكات النفطي، هل وصلت الأزمة بين السعودية ومصر إلى ذروتها؟ الجارديان، حملة قمع صارمة جدا في السعودية ضد ناشطي الرأي. وننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة، ولكن قبل المتابعة نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ انقلاب ضد والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في ورطة كبيرة جدا، إذ أن والده غادر قصر اليمامة متوجها إلى أحضان عائلة آل سعود طالبا منهم حمايته من محاولة لنجله محمد للتخلص منه على حد قوله، فيما أن آل سعود من طرفها استدعت قوات أمنية للمكان الذي يتواجد فيه الملك برفقة أبرز أمراء العائلة الحاكمة، لا سيما الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير مقرن شقيقي الملك وابن شقيقه الأمير محمد بن نايف، وكذلك رئيس جهاز الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي من جانبه عرض على العائلة المساعدة بتخويله بترتيب بعض التفاصيل الأمنية، وذلك من أجل أن يجري تنفيذ هجوم على القصر ينتهي باعتقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإزاحته تماما من الحكم، وهو الأمر الذي حصل فعليا، إذ أن العائلة أعطته تفويضا بالأمر انطلاقا من معرفتها سلفا بأنه يستطيع أن ينفذ مثل هذه الخطوة، لا سيما وأنه كان على رأس الجهاز الأقوى والأهم في المملكة لسنوات، فيما أن عناصر الجهاز من جانبهم ما زالوا يأتمرون بأوامره، رغم أن بن سلمان عزله من المنصب في العام 2017. محمد بن سلمان الذي وصلته أنباء حول نية عائلة آل سعود الانقلاب عليه بعد أن قرر الملك سلمان اللجوء إليها والاستعانة بها لحمايته منه، فإنه ووفق المصادر من داخل القصر أعلن حالة الاستنفار القصوى، واستدعى مزيدا من التعزيزات الأمنية داخل القصر من الأجهزة الموالية له داخل الجيش السعودي، بينما رشحت أنباء حول نيته استدعاء قوات أجنبية لمزيد من التعزيز الأمني، وهي خطوة رجح من جانبهم مراقبون أنها قد لا تنجح، خاصة إذا ما أجمع مئات آلاف العناصر من الجيش السعودي على النزول عند رغبة آل سعود في تنفيذ الانقلاب وإزاحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من حكم المملكة العربية السعودية، وهي التي يبدو أنها أخذت هذا القرار ولا نية لها للتراجع عنه، تحديدا وأن الملك سلمان شخصيا لجأ لها هاربا من بطش نجله الذي وصل إلى حد محاولة التخلص من والده لقاء أن يعتلي هو عرش المملكة العربية السعودية. في أول ظهور له منذ فترة نشر حساب خاص يهتم بصور وأخبار الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود صورة له مع ابنتيه في حسابه على موقع إكس تويتر سابقا، ولاقت تفاعلا كبيرا جدا، وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا من المغردين الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة برؤية الأمير وتمنوا له السلامة والعافية. وكان الأمير عبد العزيز بن فهد قد اختفى عن الأنظار تماما في العام 2017 بعد انتشار أنباء تفيد باعتقاله، قبل أن يظهر مجددا في نوفمبر من العام 2018 وسط انتشار تقارير تؤكد أنه كان في السجن. والأمير عبد العزيز بن فهد هو أحد الأفراد البارزين في العائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية، وأحد أبناء الملك الراحل فهد آل سعود، ويظهر الأمير السعودي في الصورة التي انتشرت على نطاق واسع جدا محتضنا ابنتيه فيما يشبه مكانا مخصصا لتعليم الأطفال، بينما ارتدى جلبابا باللون الأسود. قالت صحيفة الأخبار إن مقالة الصحفي المصري المقرب من العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية التي حملت عنوان "انتهى عصر دفتر الشيكات النفطي المسيس" عكست وصول الأزمة بين الرياض والقاهرة إلى ذروتها حاليا. وأشارت الصحيفة اللبنانية المقربة من حزب الله إلى أن مقال الإعلامي المصري جاء مع تراجع قنوات الاتصال وغياب التنسيق
في الكثير من الملفات، وتجاهل الرياض من جانبها دعوة القاهرة للمشاركة في الكثير من اللقاءات لا سيما مؤخرا، سواء على مستوى وزارة الخارجية أو على مستوى الاستخبارات. واعتبرت أن ما نقله أديب حول انتهاء منطق المال السياسي بالنسبة للعواصم الخليجية ليس جديدا، لكنه موجه بالأساس للنظام المصري الذي لا يزال يأمل بمساعدات مالية خليجية من دون مقابل، وهو أمر رفضته السعودية والإمارات بشكل غير مباشر عدة مرات. وأضافت تزامن هذا الرفض مع تعثر صفقات استحواذ دول خليجية على شركات حكومية مصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بسبب تراجع سعر صرف الجنيه وغياب آليات التقييم العادل. وبحسب الصحيفة اللبنانية فإن الدول الخليجية لا سيما السعودية ترفض شراء شركات بأعلى من قيمتها السوقية، لكن الجديد هذه المرة هو الفصل الكامل بين التحركات الاستثمارية المرتبطة بضخ الأموال وبين الجانب السياسي في العلاقات بين البلدين، وهو ما يبدو ظاهرا بشكل واضح مع تمسك صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتقييم سعر عادل لصفقات الاستحواذ التي يتفاوض عليها، متجاهلا البرود السياسية في العلاقات بين البلدين بشكل كبير، لا سيما خلال الفترة الأخيرة. تشهد المملكة العربية السعودية حملة قمع واسعة جدا وصارمة جدا ضد ناشطي الرأي على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، حتى لو لم يكن لهم أي تعليقات سياسية بحسب ما أبرزت من جانبها صحيفة الجارديان البريطانية التي تتابع مثل هذه الملفات، لا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان والانتهاكات التي تمارس في البلدان، لا سيما وأنها تسلط الضوء كثيرا على الانتهاكات التي تجري في المملكة العربية السعودية، وهي التي تعد من أكثر البلدان انتهاكا لحقوق الإنسان. وأشارت الصحيفة إلى اعتقال السلطات السعودية الباحث السعودي البارز والمؤثر في السناب شات محمد الحاجي، فيما وصفه الخبراء بأنه دليل على الحملة الصارمة جدا التي تمارسها المملكة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وجاء التعليق من جانبه تحديدا من الدكتور حاجي خبير الصحة العامة الذي أكمل رسالته في الولايات المتحدة في أعقاب اختفاء واعتقالات أخيرة لشخصيات بارزة أخرى بسبب جرائم، من بينها الانتقاد المتصور لولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك أيضا ما يتعلق بدعم حقوق المرأة. وأكد مصدران مطلعان على الأمر اعتقال الحاجي، ولم يكن هناك ما يشير إلى سبب اعتقال المؤثر الذي كان ينظر إليه على أنه غير سياسي وداعم للحكومة في المملكة العربية السعودية.